الحب على الشاشة في رمضان ما بتنتهيش، ورمضان 2024 هيكون ليه طعم خاص عشان هنشوف فيه منافسة قوية جدا على أنجح قصص الحب اللي هتشد الجمهور ليها. فتعالوا نشوف أشهر كابلز في رمضان 2024. نبدأ بخالد النبوي وحلا شيحة اللي هيعيشوا سوا قصة حب في مسلسل إمبراطورية مين. وفي نفس المسلسل هنشوف نور النبوي كمان في قصة حب مع ميان السيد. أما أحمد السقا فهيقدم قصة حب مختلفة ما بين زينة ومي كساب في مسلسل العتاولة. وزي ما شفنا طارق لطفي بيظهر بلوك مختلف في المسلسل السنة دي، كمان هيعيش قصة حب مختلفة مع نهى عابدين. وحسن الرداد خلال مسلسل محارب اللي هيقدمه في رمضان السنة دي هنشوفه في قصة حب مع ناهد السباعي ضمن الأحداث واللي بتظهر من خلالها بشخصية بنت شعبية وتمر حياتهم سوا بالعديد من الأزمات. أما أحمد العوضي في مسلسل حق عرب فهيعيش قصة حب من العيار التقيل مع دينا فؤاد. دينا فؤاد بتقدم شخصية فتاة شعبية وبتشتغل بياعة قهوة وشاي، وهيكون فيه صراعات كتير جدا بتقف في طريق قصة الحب دي. وهنشوف كمان قصة حب كوميدية بتجمع بين هشام ماجد وأسماء جلال في مسلسل أشغال شقة، اللي هنشوف فيه هشام مش بيعرف يتعامل مع الستات، وبسبب ده هيتحط في مواقف كوميدية وأزمات مع أصدقاء زوجته أسماء جلال. بكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. استنونا في انفرادات جديدة وأخبار حصرية وحلقة جديدة كل يوم جمعة من برنامج يا خبر أبيض.